عماد جايه لك بفكره فيديو خطير. فيديو يا نرمين؟ شايف الفيديو اللي قدامنا ده سناك صحي سهل وسريع وكمان مغذي وكمان صيامي ومليان بروتين. صدقني كنت محتار هعمل لهم ايه في الصيام، بس واضح ان نحن نختلف عن الاخرين. لا احنا لا هنجيب لا لكم لا حاجات لا. صيامي، هنعمل لكم شغل عالي قوي بصراحه. يلا يا ستي ورينا هتعمليه ازاي. سهله جدا. بصوا معايا، في البدايه هنجيب البوتاجاز ومعانا ربع كيلو سمسم. ربع كيلو سمسم؟ هو ليه ابيض يا نرمين؟ علشان انا بحب السمسم اجيبه ني واحمصه في البيت عشان يبقى غني بالفوائد بتاعته كامله. طب ولو هي مش فاضيه تعمل ايه؟ تجيبه متحمص. يعني ممكن تجيبي متحمص عادي. وهنحط السمسم على نار متوسطه لغايه لما يتحمر ويدينا اللون ده. وعلى فكره السمسم مليان مضاد اكسده، مليان بروتين، يعني صحي ومغذي جدا للولاد ولينا كمان. هي دي اكتر حاجه كويسه في نرمين، مبدا ان هي دايما تدي معلومات. فاهمه القصد؟ هي دايما بتقعد تدور على معلومات تخص الاكل، تفضل تقول معلومات تقول معلومات تقول معلومات، ما بتبطلش معلومات نرمين. مش لازم نكون بنعمل حاجه مفيده؟ احنا على طول بنعمل حاجه مفيده، انا حياتي كلها افاده في افاده. وكده يبقى خلصنا تحميص السمسم. بصوا انا مش عايزاه يبقى غامق قوي لان انا لسه هسويه في الفرن، فانا بس يا دوبك اديته تحميصه خفيفه. نطفي بقى النار عليه عمده. يا شرايس طفينا، نركنه على جنب عندنا بقى. هنا معانا هنا موزتين ونص. كل اللي هنعمله ان احنا هنهرسهم. عشان كده قلت لي خد شوكه، انت ما تشقيش حد غيري في البيت ده. تعالي يا مفتريه تعالي. لا اعمل انت، انا مالي. تعالي اقف في جنبي يا مفتريه. حاضر اوكي. بصي يا نرمين، انا يعني مفتريه في الاخر. بقى انا الخطوات السهله تعملها، تقول لي انا هحمص وانا هعمل، وتيجي عند التفعيص والحاجات دي خد يا عماد انت اعمل. الله، مش الرجاله لازم تشقى؟ في مساواه ان الراجل زي الست، في مساواه. لا ما انا كتفي وجعني وبعمل علاج طبيعي. لا يعني انت مش مع المساواه؟ لا مع المساواه، مع يوم عليكي المساواه دلوقتي طبعا. شفتي يعني مساواه. بس الراجل هو اللي عنده عضلات، هو اللي يشتغل. الله، قولوا له كده في الكومنتات يا جماعه. روحي جيم بعد ما بوظتني. بوظتك ماشي. شكرا يا نرمين شكرا. انا كده فعصام الرئيسه. تاني يا عماد، انا مش عايزه يبقى انت فيه عارفه اي انت حاجه. كده بتفكرني باكل العيال بتاع زمان. لا ما ده بقى سناك صحي من غير سكر وحاجه هيلسي كده وخطير. اوكي نفضل نفعص فيهم لغايه لما يوصلوا للدرجه دي. لسه تاني هو فيهم ايه كده اصلا؟ ده كده شبه اتفرموا يا بنتي خلاص. الحته دي لسه عايزه تتعمل. حاضر معلش، اصل معايا شيف نرمين ما بتعرفش تظبط، انزح وخلاص عليا. انا بتنزح. ماشي وسع كده. حاضر يا ريس. وانا بس عايزه احط رشه فانيليا كده. ماشي قلب بقى صح. حط يا بيريسه بقى، حط يلا حط. وبعد كده هنجيب السمسم اديها بقى ونبدا نزود. وانا اقلب صح. لغايه لما نعمل عجينه. بس كده. طب لا احط كميه كبيره بقى عشان اعرف اقلب انا. احنا بنحط لغايه لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. تمام، يعني احط واقلب صح. ماشي. يبقى هنفضي الربع كيلو كله. الله عليا، شفتي بقى انا يعني لما ببص بقلب في حاجه بتطلع مظبوطه اكيد. شايفه؟ مش هعمل مظبوط. لا بجد، لا يعني مش عايز اقول لك، يعني انا واثق من نفسي. جبت بس صينيه ودهناها، حطينا فيها ورقه زبده ودهناها. ايوه، وجبت عسل عشان نزوده عسل، عشان هو محتاج شويه لدعه سكر كده حبه. محتاج سكر. فنحط عسل عشان اكل هيلسي. احنا قلنا اكل هيلسي. نحط قد ايه عسل؟ يعني معلقتين 3 كده. ولو انت حابه تحطي سكر حطي سكر عادي، يعني حرميش نفسك من حاجه. عسل احسن. ولو انت راجل بتتفرج على الفيديو حط لنفسك فيه، والله ما تزعل نفسك، مفيش حاجه مستاهله. يا عم انتوا حرقكم كويس، اعملوا اللي انتوا عايزينه. ايوه احنا ده حسد ستات، والله حسد ستات. الله. يعني انا ما تخيلتش ان احنا نحط سمسم وموز وكده عملنا الوصفه. شفت بقى؟ لا جميله، انا متفائل خير والله. لسه في خطوه تانية عايزه ادوق. خطوه تاني في ايه؟ كده كويس، دوق كده. لا مش هدوق، انا ادوق لما تخلص. لا كده. انا بموت في السمسميه، فدي يطلع سمسميه صح. محتاج عسل تاني؟ لا لسه هنحط لها شوكليت، فكده تمام. ممكن تجيب لنا معلقه. بصوا بقى، هنجيب صينيه دهناها زيت وحطينا عليها ورقه زبده، وبرده ورقه زبده اليومين دول بعافيه، فبرده دهنته زيت. ونجيب بقى هو احنا مش هنحطهم كلهم جنب بعض؟ استنى انا هعمل واحده واوريها لك وانت كمل. نعملها زي القرصه. لا زي الكوكيز كده يعني. انا دي مش عارفه احنا نسميها ايه. انا دي يعني كده مجرد بس نشكلها ندورها وخلاص. لا لسه في حاجه تاني. نجيب معلقه صغنطوطه ونعمل لها تجويف كده من جوه.
ليه؟ علشان من جوه هنحط شوكولاته. حاجه. طب ما نغرقها كلها في الشوكولاته. لا هي كانت معموله كده بقى يا عماد. تمام، يعني نعملها دايره ونعمل فيها حفره. ونعمل فيها تجويف كده. ايش سهله. يلا اعمل بقى يا عماد، وريني ابداعاتك يا ريس. هي باينه في الكادر؟ باينه، بس انت عشان في الركن القريب. بصوا اهي، عشان نرمين بس افتكرش ان هي الفلحوصه اللي في البيت اهي. انت حاطط كتير قوي. عشان انا قولي ناوي عايزة احط ايه؟ 3. 3 ايه؟ كتير قوي. لا انا مش هلعب معاكي. لا خلاص انا هنسحب. لا بص، انا اصلا خريج فنون جميله. انا خدت بالي، بس شايف انت حجم بتاعتك وحجم بتاعتي. معلش ما برضو هو ده تنمر يا بنتي. ده مش بص، انا فنان، انت بتعملي كده كروته وخلاص. انا فنان، بصي بالذمه دي احلى من دي. بص لازم تلعب فيها، لازم، ما ينفعش تعديها كده وتقول خلاص حلوه وخلاص. لا يعني ازاي؟ احنا عايزينهم كلهم حجم واحد يا عماد. لا متظبطه خلاص. انا بتاعتي متظبطه وحجمها احلى من بتاعتك كبيره قوي. طيب هنعملهم كلهم ونرجع لهم. وده شكل الحاجه الحلوه اللي احنا بنعملها مع بعض، بعد طبعا ما قعدت انا كده بافتكاساتي العاليه، وانا عملت كل القصه اللي نرمين بتعملها دلوقتي دي، خلصتها كلها. نروح بقى ندخلها الفرن. مصدقين ان عماد اللي عمله؟ نروح ندخلها الفرن على درجه حراره كام؟ على درجه حراره 200 لمده تلت ساعه 25 دقيقه. بعد ما تخرج، المهم لازم تاخد لون. بعد ما تخرج هقول لكم خدت وقت قد ايه. يلا نروح ندخلها الفرن ونرجع لكم. اخيرا خلصنا الحاجه الحلوه اللي نرمين بتحاول تعملها. بصوا، جبنا 200 جرام شوكولاته خام، شوكولاته مطبخ، وسيحناهم في الميكرويف 30 ثانيه تطلع. نديها تقليبه وندخلها انا اللي كنت بدوس على الزرار كل 30 ثانيه لغايه لما ساحت معانا. في اضافه كده هي حطيتها، فانا حابه احطها. انتوا مش عايزين تحطوها براحتكم. معلقه كبيره زبده فول سوداني. طبعا دي نرمين عاملاها في البيت. دي انا عاملاها في البيت، وعلى فكره تسخنوها في الميكرويف 30 ثانيه بس، ونديها تقليبه كده. هي بتدي طعم لذيذ، لكن تقدروا تستغنوا عنها. خش علينا بقى. نصب عليها بالشكل ده بالراحه وانت بتصبي، عشان اصحاب القلوب الضعيفه امثالي. الله. بصوا صراحه يا نرمين انا متفائل خير جدا للوصفه دي. احنا هناكلها سايحه نايحه بقى ولا هناكلها لما تجمد؟ براحتك. لا سايحه نايحه. لا مؤاخذه يا جماعه، الحاجات دي لازم فيها. ممكن تديها خبطه كده يا عماد، يعني كل واحده. لا ليه وها؟ ماشي، عشان انا بصب في الباقي. ليش يا ريس؟ انا جاهز معاك، انت بس قولي خبط يا عماد وانا معاك. كفايه شوكولاته شكلتيهم كلهم. بصوا يعني هي حلاوتها في الشوكولاته يعني يا جماعه، فانتوا زودوها براحتكم. وعلى فكره تقدروا تعملوها حجم اصغر من كده. انا عايزكم تتخيلوا ان دي الوصفه بتاعت بدايه الصيام، وكلها حاجات جامده كده. على فكره احنا متفقين ان انا هعمل لهم وصفات يعني غنيه بالبروتين عشان خاطر الولاد. ماشي. فدي ممتازه جدا في المدرسه. ماشي اهو. بصوا بقى، خبط انت الناحيه التانيه بقى. بس ايوه. بصوا شكلها حلو ازاي. انت بتسكتي؟ ما انتش هتسكتي على كده. لو انا عارفك كويس مش هتسكتي. بصوا هي كانت حاطه لها لوز، بس انا ما عنديش لوز. عندي حبه بندق وحبه سوداني. يعني زينوها براحتكم. زين بقى بالسوداني. مين؟ زين بالسوداني. انا عايز اكلها من غير سوداني. خلاص براحتك. بصوا نرمين قصدها ان انت ممكن تحطوا سوداني كده. لا مش كده. اهو. لا مش كده، اقصد تتحط في النص يعمل كده. انا حر، انا هحطها في الاطراف، انا حر. خلاص دي بتاعتك. لا انا هاكلها من غير سوداني، انا عايز اكل واحده كده. انت ايه بتعملها كده ليه؟ عشان يبقى شكلها حلو. بص شكلها شيك ازاي، ونحط لها واحده واقفه في النص كده. بص كده اهو. الرجاله تبقى طب مخالفه. بصي بامانه دي شكلها فوتوجينيك خالص. بامانه فوتوجينيك. تخيلي واحد يقوم داخل فيها كده ياكلها تقوم واقفه في اسنانه. ياه. ادوق امتى انا؟ استنى لما تجمد شويه. هي حلاوتها وهي جامده شويه، بس براحتك. نرمين مصره تدخلها التلاجة عشان ناكلها ناشفه شويه، وانا هموت واكلها كده. بس حاضر نسمع كلام نرمين. كلها كده. لا اسمع كلام. كلها بامانه اسمع كلام. كلها. اسمع كلام. ما انا ماسك نفسي بالعافيه. كلها. لا يا عايز تجمد سيكه عشان ما تسحش مننا. طب خلاص سيبيها لما تجمد سيكه. اوكي. هنحطها في التلاجة ونرجع له. فين العزمه؟ خلصنا. ما سيبناهاش تجمد قوي عشان عماد عايز ياكلها حته سايحه. انا بقالي 10 دقايق واقف ورا التلاجة عشان ادوق. بصوا بقى، لو انت عايز واحده سايحه خد دي سايحه. هات يا بنتي نوريهم السايحه. بصوا دي نصها لسه سايح من جوه، بس دي كمان. بصي السلام على الجمال. تعالي يا نرمين قربي يا حبه. السلام. خش يا نرمين انتي.
الله عليك يا نرمين. بصوا شكلها حلو ازاي. لا بس الساده دي احلى يا نرمين بصراحه. براحتك بقى، كل بقول لك واحد ايه، ندوق وذوقه. بقى، انا هدوق الساده بصراحه عشان نفسي اكل الساده دي من الاول. انا عايزه اكل سوداني. عجبتني. الناس اللي بتحب السمسميه هتحبها. انا بموت في السمسميه، فبالنسبه لي عظمه عظمه. ومغذيه جدا. نرمين 9/10. عايزه ادوق الحته اللي في النص اللي فيها زبده فول سوداني. دوق الشوكولاته يا عماد لوحدها، دوق الجزء اللي في النص ده لوحده. انت دقتها انت بقك كل ده ما شاء الله. انا وصلت النص البتاع في قطمه واحده اساسا. هي حلوه عجبتني وخفيفه وسريعه وسهله بس ومغذية. ليها نصيحه، ولما جينا نزود عسل زودوا شويه كمان، عشان هي كده يعتبر بالنسبه لنا مظبوطه، بس اعتقد ان بالنسبه لناس كتير هتبقى محتاجه شويه حلوانه شويه. احنا عشان مش بنحب الحاجات المسكره قوي، فبالنسبه لنا السكر بتاعها تمام. حلو، لكن انا بقول لك ان بالنسبه لك اكيد هيبقى ناقص شويه. لكن ممكن تزودوا لها ربع كوبايه عسل، يعني مش معلقتين بس، زودوا شويه. ايه رايك بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ انت عظيمه. ماشي يا عم. فاكره في المسلسل لما قال له عزيمه 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 عزيمه؟ انت عزيمه يا نرمين. ده تطبيق يا عم. لازم اطبل لك. مين هيطبل لك؟ لو جوزك مش هيطبل لك مين هيطبل لك؟ يلا. ده الفيديو اللي معانا النهارده. اتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا معانا في القناه، تعملوا لنا فولو للصفحه، لايك كبيره كمان. نشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.